تتذكرون العصرونية؟ من كان الواحد إذا يريد يريح نفسه من التعب يطلع شوية البستان أو يطلع بباب البيت يرشرش مي وتصير قعدة الأهل الحلوة. يمكن قبل ما كان اكو كل شيء، بس كان اكو فشي مهم اللي هي راحة البال. وهسه مع الأسف ويا الضغوط والتكنولوجيا والسرعة اللي نمشي بيها فقدنا أهم شيء هي راحة البال. الناس كانت تحكي بعفوية وتضحك من كل قلبها، وحتى الحزن كان أهون شوية. وهسه شنو صار بينا؟ نقعد بس ما نحس براحة، وهذا يفكر بالدين وذاك يفكر بالإيجار وغيره يفكر بالعلاج، وواحد بس همه شلون يخلص الشهر. صرنا عايشين بسباق متعب وغريب، وحتى الواحد من يسكت عقله يبقى يفكر وما يسكت. الخوف والتفكير والتعب كلها هاي قامت تاكل بحياة الإنسان شوية شوية. فلهذا الإنسان يحتاج إلى مكان هادئ، مكان يقعد بيه ويرتاح وينفس عن روحه، مكان يبتعد بيه عن الضوضاء اللي عايشها بحياته، مكان يبتعد بيه عن المشاكل والأخبار ويمكن حتى عن الناس نفسهم. وتعرفون أكثر شيء يوجع بالموضوع شنو؟ مو التعب، اللي يوجع صدق إن الناس ما عندها وقت ترتاح. أكو ناس تبتسم طول اليوم وبالليل ما تعرف تنام من كثر التفكير، واكو أمهات يقولن الحمد لله وهم من التعب ماخذ منهم كل شيء، واكو شباب حاسين بالضياع حتى هم بين أهلهم. كل ما شفنا بستان أو تذكرنا ريحة العصرونية القديمة نحس بشي يهدي القلب، مو لأن الماضي كان كامل، بس لأن الإنسان كان يلقى لحظة يهدأ بيها. أما هسه فالناس متى تدور على الرفاهية، الناس تدور على شوية طمأنينة، مكان هادئ وناس ترتاح لهم النفس وساعة واحدة بدون خوف. وتذكروا هذا الشيء زين، مو كل شيء يضيع ممكن يرجع، مثل ما ريحة العصرونية صارت مجرد ذكرى حلوة في قلوبنا. هذا صوتنا وهذا واقعنا، وتذكروه ترى حكينا ميزان ذهب. سلامتكم.